من الاكلات الاقتصاديه واللذيذه واللي شكلها برضه ظريف زي ما انتم شايفين كده، شكلها حلو جدا وبتبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه. البطاطس الكروكيت او يعني كفته البطاطس سهله جدا ومكوناتها بسيطه، عشان كده هي كتير جدا اقتصاديه لحد ما فيهاش مكونات كتير، والمكونات بتاعتها حتى مش مكلفه. اول حاجه المكون الرئيسي بتاعنا البطاطس، والبطاطس نسلقها بقشرها زي ما هي عشان عايزينها تبقى بقدر الامكان يعني ما فيهاش سوائل، عشان تبقى متماسكه. فاول سر من اسرار ان هي تبقى متماسكه وما تفكش منك في الزيت ان هي تكون مسلوقه بالقشر بتاعها، فدي خطوه اساسيه. وطبعا هقول لكم ايه الخطوات التانية. ممكن بقى تهرسيها بشوكه، او انا عندي اللي هي الهراسه بتاعه البطاطس، بس قلت بقى اوريكم الطرق اللي هي الابسط كتير، اللي هي ايه الكوبايه دي. ممكن بالكوبايه تهرسوها، تتهرس معاكم بسهوله جدا زي الهراسه بالظبط. وعندي بقى البيضه بتاعتي، بيضايه واحده بس هنحط نصها على البطاطس والنص التاني هحتفظ بيه على جنب، واقول لكم بعدين ليه. ومعلقه واحده بس زبده، ممكن تستغنوا عنها بس بتدي طعم حلو، وملح وفلفل اسود وشويه بهارات فراخ كده. وقلبي. لو عندك بقى جبنه رومي حطيتي تبقى لذيذه جدا، يعني احلى بكتير. ولو عندك بقى مثلا فراخ مسلوقه كده فتفتيها برده كده ونعيميها جدا وحطيها عليها تبقى خطيره. ما عندكش لا ده ولا ده، اعمليه زي ما انا عملتها كده اقتصاديه تمام، معلهاش اي حاجه. وبعد كده حطيت 3 معالق بقسماط، وكميه البطاطس دي نص كيلو بطاطس تقريبا بالتقريب، يعني كنت جايبه كيلو بطاطس ودول يعتبر نصهم، وعليها 3 معالق البقسماط دول. وبعد كده بقى ايه بدأت اصبحها بالشكل ده. اعملوها الشكل اللي يعجبكم، هو الشكل الاساسي او الغالب اكتر في البطاطس الكروكيت بيبقى الشكل ده. ممكن تعملوها يعني دواير كده او يعني كرات كده وبططوها شويه. ممكن تعملوها الشكل اللي هو بتاع الناجتس، الشكل اللي يعجبكم بقى. ممكن تفردوها مثلا وتقطعوها زي مربعات كده، برضه هتبقى يعني ظريفه كتير. وبعد كده بقى بحاول على قدر الامكان يبقى شكلها يعني متناسق كده وزي بعضها، عشان يبقى شكلها حلو في التقديم. وبعد كده بدخلها الفريزر حوالي ساعه كده عشان تتماسك معايا وتبقى سهله لما اجي احطها في المكونات اللي انتم شايفينها دي قبل القلايه. المكونات الاساسيه بتاعه البانيه العاديه، فاكرين نص البيضه اللي شلناها على جنب حطيت عليه نص كوبايه ميه، ونفس التوابل اللي حطيتها على البطاطس، ملح فلفل اسود بهارات فراخ. وانا في الغالب بحط نص كوبايه لبن، بس قلت عشان تبقى اقتصاديه فعلا موفره، لان طبعا زي ما انتم عارفين البيض غالي، اللبن غالي، كل حاجه يعني في ازمه في الحاجات دي كلها. بعد كده بالترتيب عندي دي زي ما هو، ما حطيتش عليه اي توابل. البقسماط هو اللي بهارته برده بنفس البهارات، وبحطه بقى الاول البطاطس كده في الاول في الدقيق، بعد كده البيض، وبعد كده البقسماط، عشان التغليفه بالطريقه دي ما تشربش زيت كتير. زي ما كوني لو انت عملتيها من غير خطوه الدقيق ده تشرب زيت اكتر بكتير، مش تبقى مقرمشه، تلاقيها بتبقى طريه من جوه ومن بره فيها قرمشه. وهقول لكم بقى قدمتها مع ايه ان شاء الله هنزل فيديو قصير بعدها. وكل ما اعمل اكل هعمل بعد كده فيديو قصير للاكل عامه قدمتها مع ايه، عشان الناس تبقى عارفه. ساعات بيحتاروا طب هنحط معاه ايه، الاطباق اللي معاها هناكلها مع ايه، فعشان اسهل ده ويكون كمان سلسله اكلات اقتصاديه تسهل علينا كلنا.